فانتوا متخيلين الوضع عامل ازاي؟ ان حسام داخل بضغط ان هو عقده انه ياخد البطوله بتاعت افريقيا دي، ما خدهاش هيمشي. بيقول لك اللي كان بيعدي نص الملعب كان بيرجع يقول لاصحابه ولا شافه. هي تونس دي مين؟ تونس دي اصلا هو اصلا اللعيبه اللي كانت انا عايز تونس اللي بتلبس احمر. لا مش جايبين لي دي. تونس لابسه فين ام احمر؟ طلعنا من تونس في دور يعني اللي هو بعد مين المجموعات. اللي جاب فينا الجون؟ السوليه صح. ومشتري نادي في مسميه اف سي النني. اف سي النني ده اسمه وحش قوي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقه جديده، فيديو جديد من قناتكم المفضله 3 بونت. ازيك يا مورو؟ ازيك يا كيمو؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ ناقصنا واحد كالعاده، عبد الرحمن للحلقه الثانيه على التوالي مش موجود. ان شاء الله يبقى موجود معانا الحلقه الجايه. شوف مفيد. يلا بينا. النهارده معانا حلقه تتكلم على 3 مواضيع بسرعه كده. الموضوع الاول الماتشين بتوع المنتخب، واخبار سريعه عن المصري، وخبر كده او خبرين عن نادي الزمالك في التوقف الدولي اللي احنا فيه ده. نبدا بمين؟ يلا نبدا بالمنتخب. المنتخب الاول. نبدا بالمنتخب الاول. ايه رايك؟ منتخب حسام حسن. ايه رايك في المنتخب وفي الماتش؟ كان ينفع يبقى احسن من كده في النتيجه وفي الاداء وفي التشكيل وفي كل حاجه. طبعا ده ما حصلش. اثيوبيا 2-0 ده قليل جدا. هو اصلا ايه ابيض يا عم ماشي، ده ابيض خالص. اثيوبيا ان هي اصلا العقليه بتاعت الكوره مش موجوده اساسا. لا مفيش. هو ما فهمش الا جون. حارس المرمى بتاعهم توب ما شاء الله. بس انت يعني في مشكله جامده في المنتخب. انت لما تقابل منتخب منظم، مش هقول لك منتخب كبير، منظم، هتعمل ايه؟ ما دي اول اختبار لحسام حسن اللي هو لسه ما قابلوش. يعني حسام حسن ربنا كرمه بمجموعه وطلعها كاس عالم اول على مجموعه ما حصلش قبل كده. على منتخبات رمه يعني. مش موجوده. فحسام حسن ربنا كرمه ان هو ان شاء الله احنا بنسبه تتعدى 99% احنا صعدنا. هنصعد ان شاء الله. احنا محتاجين فوز. احنا محتاجين او تعادلين 3 نقط او تعادلين بالظبط. فانت عندك ماتش بوركينا الجاي ده بره اللي هو يبقى يوم الثلاث الجاي ده. كسبنا خلاص صعدنا. بس ما كسبناش طبعا هيتاجل لاي حاجه في طريقنا نكسبها ولا نتعادل معاها ونبقى عدينا يعني. بس الفكره في حاجه بقى، يعني الماتش بتاع اثيوبيا ده التشكيله اللي حسام لعب بيها اللي هي 4-4-2. هو احنا عيب لو قلنا تشكيله مش 4-4-2، 4-3-3. ما ينفعش نقول تشكيله ده على الورق، لكن تيجي تبص في الملعب انت عامل ايه؟ مش هنقول دفاع، انت عامل هجوم بس. بالظبط. الله ينور. انت لو عندك فريق بيلعب في 3 ورا بس مرتده، شكرا. رحت في داهيه. الله اعلم والله اعلم. يعني هو تقريبا حسام بيلعب بتشكيله على قد الماتش. يعني هو شايف ان اثيوبيا مش هتمثل خطر عليه وان انت بتلعب في مصر، فقال لك يلا نعبي. طيب معلش، ما دي نفس التشكيل برضه اللي لعب بيه الماتش اللي فات. مش كان بيلعب مين بس كان نفس الكلام برضه. هو انت برضه المفروض ان انت بتبني فريق داخل كاس العالم. بتعمل انسجام مع اللعيبه، خطه يلعبوا عليها، تكتيك. هل ده بيظهر؟ بس انا اعتقد ماتش بوركينا اللي هناك مش هيلعب كده. هنشوف. بس برضه انا هقول لك على حاجه. انت مين نص الملعب اللي عندك اصلا؟ حمدي فتحي اصلا مش مسافر. ليه؟ قال لك بعد الماتش حس بكدمه في وش الرجل فمش مسافر معاهم. مهند لاشين. مين بقى تاني؟ مهند لاشين. ومين؟ هتقولي دونجا؟ لاشين ومين؟ طيب انت شايف ان دونجا اساسا ده لو هيلعب باثنين سيدي اماد اللي هم 6 حلو، لكن ممكن يقوم حاطط لاشين ومع مين؟ زيزو، يقول له العب 8. مين الثالث؟ لا مش ثالث بقى، هيلعب بونجات بقى ويطير الدنيا. يبقى يلعب 4 ورا عادي بباكين عادي مش طايرين. ماشي. ويلعب باثنين اللي هو مهند وقدامه شويه زيزو ومرموش بقى تريزيجيه. انت كل اللي عملته انت رحت شلت حمدي فتحي، نزلت مهند لاشين. هي نفس الخطه. ايوه دي مش خطه اصلا. انا اسف. يعني هو كان بيلعب الماتش اللي فات بالاثنين السرد باكات اللي هم رامي ربيعه وخالد ورا، والفرقه كلها قدام. الفرقه كلها قدام حرفيا. يعني الباكات كانوا عند الكورنر، فهو ما يقدرش يعمل كده المره. يعني الماتش الجاي هتحفظ بقى يرجع بقى الباكات دي خالص ورا، فبتبقى بتلعب بخط ظهر 4 فل ورا، والوينجات هي بقى اللي ربنا يكون في عونهم الماتش الجاي. طب انت شايف حته ان هو هنخش في تشكيل شويه كده مش مشكله، بس انت شايف ان هو انت بتقول هيقدم واللي يقف ورا واللي والكلام ده كله على الاقل، وحتى لما جه يعمل تبديلاته ما ظبطش الخطه. بعد ما خلاص 2-0 واخر 10 دقائق في الماتش، ابدا اظبط شكل الملعب، خلي ليه شكل، خلي اللعيبه تلعب الكلام ده كله. اللي هو العب مثلا ربع ساعه من التشكيل اللي هتلعبه الماتش الجاي. ده ما حصلش صح. ايوه ده قصدك. ما تعرفش هو قناعات حسام ليه دماغه. يعني ما حدش بيتدخل في الحاجات بتاعته، وناس كتير بتستغرب من اللي هو بيعمله. انا عايز اسال سؤال بس. كابتن مهاجم البنك الاهلي الفز هيشرفنا في ماتش بوركينا. هو انت اساسا يعني ليفر مانشستر سيتي المفروض دول بيخدموا على المهاجم. اللي هم بيخدموا على مين بقى؟
معلش مش بنقلل منه، بس يعني مش ده ينفع يبقى المهاجم الاساسي، يعني هو اصلا في فرقته احتياطي كمان. لا وبعدين انت جايب مين؟ جايب مصطفى محمد، ما ينفعش تلعب اسامه فيصل على مصطفى محمد، انا اسف. والمفروض ان انا محترف محمد بيبقى عندي انا بجيبه يلعب وجسم وهدات هو احسن مهاجم كل عندنا حاجه في مصر دلوقتي، وبيلعب يعني ومحترف بيلعب بيحتك مدربه واخر ماتش هو اللي مكسبهم، مدربه ماتش في نانت. فرنسا اتغير، والمدرب الجاي عنده يعني مقتنع بيه شويه، بالظبط. فالواد هيلعب، اديله الثقه بقى. لا هو ما فيش من ساعه المره اللي فاتت ما كانش شتمه، الماتش اللي فات ده هو مش ما شتمه. بينساش اللعيب اللي ليه موقف معاه، دوسيه سجل حط في الدرج اركن، هي دي مشكله حسام. ماشي، ده الكلام بنعمله في انديه مش في منتخب. ما هيبان يمكن يتغير، يعني يمكن مكانه ده، ويمكن الحدث اللي هو داخل عليه ان هو رايح يلعب افريقيا ومنها يلعب كاس عالم في سنه واحده، بطولتين كبار في سنه واحده، ممكن قناعاته تتغير بحيث انه يحمي منصبه. مع ان انا سمعت ان حسام في عقده مع اتحاد الكوره وهاني بريده لو ما فيش افريقيا، لو ما خدهاش ده هدفه يعني من تارجت العقد افريقيا، فبشكل كبير احنا مش هناخد افريقيا، ما يبقاش هو مدرب في كاس العالم. فانتوا متخيلين الوضع عامل ازاي؟ ان حسام داخل بضغط ان هو عقده انه ياخد البطوله بتاعت افريقيا دي، ما خدهاش هيمشي. طب والتعب اللي انا تعبته والمنتخب اللي انا مأهله كاس عالم بخ، ويجي واحد جديد، فهتمشي ازاي؟ ما حدش عارف. هل حسام هيتخلى عن قناعاته وعناده والكلام ده ويبدا بقى يسمع ويفهم ويقرا المنتخب بشكل جديد عشان الفتره اللي جايه دي؟ الله اعلم. افريقيا دي تقيله جدا، المغرب مرشحه رقم واحد مليون في المية. المغرب اول فريق افريقيا متاهل، لاعبين ماتش. المغرب يا جماعه يعني خيارات كتير، دكه اتقل من الاساسي، والدكه بتاعتهم اتقل من منتخبات كتير في افريقيا، اتقل من الفريق بتاعنا. الشيبي احسن باك يمين في الدوري عندك ما بيلعبش اصلا احتياطي، لان مين الاساسي؟ حكيمي. فالدنيا وحشه خالص على يعني. مين اساسا؟ فهو الوضع عامل ازاي في افريقيا؟ هنوصل لفين في افريقيا؟ مصير حسام حسن ايه؟ بس احنا كعبين عالي على المغرب لما بنلعبها بنكسبها، كعبين عالي عليهم، بس في ارضهم بقى، انت رايح هي لهم، دي المشكله الوحيده، انت رايح لهم. بس الله اعلم. وهي المغرب لو ما خدتش افريقيا دي، انا اسف يعني، هو الجيل ده اخد رابع عالم بس دي بتاعته، ما خدش بطوله يعني حط نفسك انت واحد مغربي دلوقتي والبطوله اللي عندك في ارضك، لا دي بتاعتي، حياه وموت بتاعتي. زي بطوله 2006 اللي كانت عندنا كده، الناس كانت اللعيبه مطلعه مليون في الميه من طاقتها ومن بطوله 2019 اللي كانت عندنا. لا ما دي بقى حصل فيها فساد بقى، انت عارف قصصها كتيره وخباياها كتيره وكواليسها كتيره. ماشي، نرجع تاني للمنتخب بتاعنا، عن تشكيل المنتخب لعيب ورايك في كل لعيب. ماشي، منتخب حسام حسن وكل لعيب تديله كام من كام؟ ماشي، الشناوي نبدا بالشناوي بسرعه كده. ماشي، بينج بونج. الشناوي مفيش حاجه اصلا راحت عليه عشان نتكلم هي كوره رجله كانت ثابته في الارض، خبط فيها وطلعت بالظبط، وحد هيصوله وبتاع. وكان في كوره كان هو حمدي فتحي ما اتكلموش مع بعض، هو ومحمد حمدي وحمدي ماشي. لا وحمدي هو كلمه، وحمدي قال له انا ما سمعتكش، بس تقدر تقول الشناوي ما اختبرش يعني. ماشي، هم الناس ما راحت غلابه يا عم، يعني بيقول لك اللي كان بيعدي نص الملعب كان بيرجع يقول لاصحابه اللي شافه. ماشي، نكمل خط الدفاع. ماشي، رامي ربيعه مين؟ مفيش حاجه برضه، مين ده؟ ما اعرفش يعني، ما شفتلوش حاجه، اسمه ما اتقالش يعني. ماشي، مفيش حاجه. صبحي اللي هو خالد مفيش حاجه مصري. انت عارف ان خالد عنده 30 سنه اصلا؟ لا ما اعرفش. 30 سنه، ورامي ربيعه معدي تقريبا كاسر برضه، فايه يعني البقاء لله. على السنه الجايه، على السنه الجايه مش هيشوفوا كاس عالم اصلا، ربنا ينفخ في صورتهم يعني. خلاص ماشي. الباكات اسطوره محمد هاني الليجند بتاعنا. ده انت عامل فيديو كامل عنه المره اللي فاتت اساسا. محمد هاني برضه انا مش عارف برضه هم مقتنعين فيه، بس للاسف هو ملوش بدله، ولو ليه بدله لازم يتجهزوا على البطولات الجايه يبقوا فت ان هم يقدروا ينافسوا الواد ده. باك الشمال حمدي تقريبا برضه ما فيش في مصر حد باك شمال. كان في فتوح الله يرحمه، هو اللي عمل في نفسه كده. فتوح بقى هو اللي عمل في نفسه كده، مش فاضي يعني، هو حرام على نفسه بعيد عن اي حاجه هو بيعملها. انا زعلان عليه كلاعب كوره، حتى مش كزملكاوي. لا فتوح شيكابالا قال في كلام حلو برضه، يعني هو حرام على قال لك الواد ده حريف يعني بالظبط، بحكم عشرته بقى انت اصلا لما كنت تتفرج عليه اساسا لا رجله كلها كوره. شفت عمل ايه في حكيمي كاس هو خلاه مش حكيمي اساسا. لا يعني انت بتشوف الاثنين قدام بعض، ده مش حكيمي. وفي ميزه ان هو بارد يعني، بس ضيع كل ده. انا فاهم، انا ما بضغطش، حط لي مين قدامي انا مش شايفك بالظبط كده. انا في مكاني هنا مفيش حد يقف قدامي. للاسف انت ايه يعني، دماغ اللاعب المصري ده الاغلب يعني، مسك فلوس شكرا. المهم نكمل. ماشي، نص الملعب
حمدي لوحده في نص وبرضه الملعب. مفيش حاجه برضه مميزه عملها. وحمدي يعني هو يعتبر مستواه ثابت لانه اللي بيطلب منه بيعمله، وحسام حطه في حته لوحده بيحارب لوحده. هو بيحارب مين اصلا؟ مش حد اصلا ومفيش راح له حد عشان أصلاً. يروح عشان يحارب اساسا. مفيش حد اصلا يعني يعتبر ما اختبرش يعني خلاص. مين تاني؟ زيزو وتريزيجيه. انا شايف ان الصراحه لو هو عايز يلعب ان هو كله هجوم في هجوم يلعب واحد بس منهم، ما يلعبش الاثنين. غالبا الماتش الجاي هيبقى واحد منهم قصاد صلاح الناحيه الثانيه ومصطفى محمد مهاجم باعتقادي. يعني هو لو عايز يلعب قدام ممكن يحط مثلا مصطفى محمد ومرموش من الاثنين مهاجمين، ويحط صلاح وابراهيم عادل، حتى مش تريزيجيه. تريزيجيه مستواه. ابراهيم عادل مش ما فيش فرصه ان هو ياخد وقت اكتر من اللي اخده في ماتش اثيوبيا. في ماتش بوركينا، انت عايز تنزل يعني لو ما كسبتش تتعادل، ما ترجعش خسران بس عشان ايه الكلام ما يكترش. يعني احنا نلعب مين الماتش الجاي؟ التشكيل زي ما هو مثلا. لو انت ما عندكش حمدي فتحي مش مسافر ماشي، لا انا زي ما هو الشناوي والاربعه اللي قدامه، بس الاربعه اللي قدامه بقى هيبقوا ايه اللي هو يعني وجبات دفاعيه بقى، مش زي الماتش اللي فات ايه طايرين واوفرات والكلام ده كله. جميل. قدامهم مثلا دونجا مع الواد لاشين، الاثنين دول. وبعد كده قدامهم انا شايف ان مرموش شمال، وينج شمال، صلاح وينج يمين، والحته بقى دي ممكن زيزو، وقدامه مين؟ مصطفى وتريزيجيه تريح، وتريزيجيه يبقى تسيبه شويه بره. دي بقى اللي هيبقى فيها كلام. بس وانت بتتكلم في ورا الموضوع ايه ممكن يبقى ده المتاح يعني. اي هجمه هتيجي عليك بعيل سريعه ما تطلبش يبقى انت ما تفتحش بقى، يبقى انت ايه قابل من ورا بقى كده، لان بوركينا في رهوانات يعني ما تلومش غير نفسك لو ده حصل. بس ما فيش حاجه تانية تتقال عن منتخب حسام. عشان نروح لمنتخب حلمي طولان، ساعتين جلد ذات اقسم بالله العظيم. مفيش حاجه تقال، اقسم بالله العظيم 3. انا بتفرج ساعتين انا صرت على نفسي. انت عارف حلمي طولان عشان يحس بالفخر اللي هو عمل ايه بعد الماتش؟ اتصل بابراهيم فايق في البرنامج. هو اللي كلمه في قهوه فايق، ايا كان مين اللي كلم مين، فرح عارف حنه، وده يبارك وده يتزغرط ودي مش عارف تطبل ومبروك يا كابتن والاداء والبتاع. طب يعني فين يا جماعه؟ هي تونس دي مين؟ تونس دي اصلا هو اصلا اللعيبه اللي انا عايز تونس اللي بتلبس احمر. لا مش جايبين لي تونس لابسه فينهم احمر. لا ماتش حاجه صعبه. مروان حمدي امبارح كمل عمال ياخد الكره ويلف بيها بالملعب هنا ويلف بيها هنا، وانا مش فاهم الكره بتاعته. شفت الانفرادات اللي ضيعوا الانفرادين؟ ضيع 2 او اكتر كمان. هو عنده مشكله في الفينش، هو بيوصل للجون، واهم حته بقى في المهاجم ايه؟ فينش. لا انا في صدر الجون، في وش كذا كوره ياخدها هو في دماغه انا نازل، انا عايز ارقص، هو نازل حجز كوره والله العظيم. هو اصل بص المنتخب ده والله اعلم يعني في اعتبارات اللعيبه نفسها قال لك انا عايز ابان بصوره ان انا ينفع اخش اول واروح. ما انا لو مدرب وشفت المروان حمدي دوت انا استحاله ادخله معايا فريق. ما هو بيحاول بقى، هو مش شايف استحاله. انا ده انت لعيب اناني، انت اصلا مش لاعب جماعي. هو عايز يجيب جون يتحط اسمه في السكور شيت ان انا جبت جون. يعني انا هو اصلا في كوره عايز اسال، هو كان دلوقتي ورا عند احمد الشناوي في كوره اخدها يعني بسيطه، لا هو راح اخدها تلاقي نفسه اتزنق، راح طولها وراح ناحيه الخط بتاع الكورنر وراح مكمل ومرقص وطالع وبعد كده غلط. مش دي القضيه، بس انت بتعمل ايه ورا حتى؟ هو حالف بقى يعني. انا هجيب جون، يعني هجيب جون. ما هي هتاخد الكوره من عند الجون بتاعك لغايه الجون الثاني. انت عارف العرق المصري ساعات بتقوم قافله كده معاهم. السوليه يروح منتخب ليه؟ منتخب ليه؟ المنتخب اللي هو الثاني ده بتاع المحليين ولا اي منتخب خلاص. السوليه شكرا. هو شطه شكلها حلو. لا السوليه شكرا، مفيش حاجه يعني. ماشي قفش شكرا. الفكره في حاجه، ممكن كاس العرب ده يبقى يعني يسخن، يعني البطوله بدأ ان هي وديه، ممكن تبدا البطوله تلاقي فيها حساسيات بقى. انت عارف العرب وبعض كلنا بنحب بعض يعني. تبدا وسط البطوله تلاقي معاك في المجموعه فرقه رخمه، رخمتوا على بعض في ماتش، لقيت نفسك اتعادلت، لقيت نفسك قدامك ماتشين، لا عايز اصعد، عيب ما اطلع من كاس العرب من الدور، فاهم؟ تلاقي الدنيا سخنت. عملت ايه في كاس العرب اللي فات؟ لا تلاقي البطوله طلعنا من تونس في دور يعني اللي هو بعد المجموعات. مين اللي جاب فينا الجون؟ السوليه صح. فالبطوله دي ممكن تشد، فانت عشان البطوله ممكن تشد فانت لازم تبقى اخد لعيبه. طب مش رايحه تجرب. طب يعني ماشي، اللعبه دي كلها كانوا كويسين زمان، بس خلاص عوامل السن وعامل كل حاجه. انني الحمد كويس الحمد لله. انا مش بسالك صحته يعني هم خلاص شكرا صفحه وقفلناها. اني دلوقتي محفظ قران على الانستجرام. الراجل متجوز 2 دلوقتي. ومتجوز 2 وفتح اكاديميه في انجلترا وفتح ومشتري نادي في مسميه اف سي النني. اف سي النني. ده اسمه وحش قوي ده. المشكله ان هو رايح، مش انا توقعت ان هو كابتن فرقه، لقيت السوليه هو اللي كابتن. انت متخيل؟
تصدق صح السوليه اصلا اكبر مني. ربنا يتولاهم. لا الموضوع صعب، خلي بالك. السوليه 90 النني 92. المهم انا قهوه فايق دي بقول لك مسكوا حلمي طولان بعد الماتش كلموه في التليفون ومبروك يا كابتن وهيصه ما وزنبليطه. هو لازم يدوا شكل للمنتخب دوت، يعني هيقول لك المنتخب مش لازمه، لا لازم يدوا له الشكل. بص ممكن تقع مع الجزائر مع المغرب، انا ما اعرفش المنتخبات اللي انا بقولها دي موجوده في كاس العرب ولا لا. خاف حد يقرص علينا نطلع 3-0 4-0 لا لا نطلع لا, منظرنا لا وحش. مش هيحصل، لا مش هيحصل. فاهمني؟ لا لا. الاردن ممكن تلاقي في كاس العرب ده ايه ده يا جدعان، ده الموضوع طلع بجد. هو انت الحق حلق اللي فيها انت كنت ممكن يعني كاس العرب ده برضه هو هيتلعب امتى؟ تهيألي التوقف الجاي، يعني هو اللي هو في توقف في اكتوبر باين. حلو، لو هو كان في التوقف دوت هو كان فرصه حلوه قوي ان انت على الاقل تطلع 2 3 لعيبه ممكن يطلعوا منتخب اول في البطوله الجايه. انت عارف كاس العرب اللي فات مع كيروش كان في كام حته جديده دخلوا المنتخب، عبد المنعم مع هو يعني برضه رفعت الله يرحمه. رفعت الله يرحمه ماشي، لو كان موجود يعني كان زمان هو وقتها بعد كده راح منتخب عادي، هو اصلا كان راح منتخب بس مش على طول. هي دي البطوله اللي ينفع تطلع منها لعيب بيبقى منتخب اول. طيب عندي سؤال بقى، هل في لعيب من المنتخب الثاني اللي احنا شفناه بيلعب قدام تونس ده مؤهل ان هو حسام يبص عليه ياخده معاه من وجهه نظرك؟ انت شفت الماتش من وجهه النظر مثلا هنقول مثلا ممكن نقول كريم حافظ، بس هو اللي انا لقيت كده. هو حمدي باك شمال المنتخب الاول، ممكن تاخد معاه كريم حافظ. كريم حافظ كمان بيلعبها مع بيراميدز وباك يمين وشمال الاثنين ونص ملعب، فلا هيفيد. فالواد كويس وينفع تاخده بقى، لان كريم حافظ اصلا كان محترف فدماغه نظيفه بالظبط. لكن انت غير كده واحمد الشناوي، ما هو الشناوي هو لازم يروح. هو انا مش عارف هو ليه مش عايز يضمه، هو في احسن حالاته اللي ما وصلهاش من زمان، يعني بدا يرجع المستوى زمان بتاع اول ما راح الزمالك والمصري وبدا يرجع المستوى ده. بالظبط، انا شايفه لازم يبقى مع الشناوي الثاني بتاع الاهلي، هما الاثنين في المنتخب. حد تاني بتهيألي لا، بس كده يعني. حتى الونش ما كانش حلو، الونش يعني مفيش حاجه نقول عليه ان واحد ويروح تاني. الونش على قد الزمالك يعني، كتر خيره. هو 2 صليبي صح؟ 2 صليبي كتر خيره ورا بعض على طول، كتر خيره قوي. طب احمد سامي دك يعني لو هيروح منتخب اول دك هيبقى سبورت كده وحاجه اي حصلت يعني. انت عارف افريقيا بتبقى ذبح. فاكر البطوله اللي احنا صعدنا فيها النهائي قدام السنغال، بطوله افريقيا اللي صف خط الدفاع كله. الله ينور عليك، احنا مغيرين خط الدفاع كله. اللي احنا بدانا ساعتها الاصابه كان الونش بعد كده حجازي، وده كان بدايه استكشاف عبد المنعم. الله ينور عليك. ايوه، وامام عاشور لعب باك يمين، وعمر كمان لعب باك يمين. فانت لازم تروح بطوله افريقيا دي معاك جيش ومعاك صف تاني من الجيش. انت ما عندكش صف التاني. انت اصلا ماتش اثيوبيا ديك شايف كلهم بسكوت، والدفاع ورا تلاتينات وحاجات غريبه، فما اعرفش هنعمل ايه. نخش على المصري في خبرين كده عدوا عليا اليومين اللي فاتوا. الحاجه الاولى ان المصري بيفوض حمزه علاء اللي هو كان في الاهلي، كان الجول الثالث الحارس بتاع الاهلي اللي هو منتخب الشباب والاولمبي. بالظبط. هو حمزه علاء فين دلوقتي؟ حمزه علاء خلص الموسم اللي فات، قال لك انا مش هقعد ثالث ولا ثاني، خلاص بقى الدنيا ايه، الشناوي مكمل لانه راجل كويس جدا طبعا، وهو قدامه الشناوي وشوبير، يعني ده هيخلص ده الثاني هيكمل. فقال لك ايه، انا اروح اشوف ايه اكل عيشي بره. جابوا له عقد في نادي درجه ثانيه في البرتغال السنه اللي فاتت، النادي ده مخلص فوق الثلاثه اللي نزلوا، فنادي ايه مشي حالك على الاخر. فهو قال لك ايه، اروح استرزق واكل عيش واتشاف بره والوكيل يسوقني اطلع الدوري البرتغالي ولا حاجه. حصل مشاكل في الورق بتاع الورق اتاخر لحد دلوقتي ما لعبش النادي للاسف ما فيش عقد، فللاسف ما فيش فلوس، فالواد الدنيا ايه عنده بايظه. مين اللي نور قدامه؟ المصري فورمه كويسه، ومصر بالنسبه له هيتالق فيه اساسا. الواد بقى ايه المصري فيه طموح ان هو الوقت مفنش اول دوري لحد ما التوقف يرجع، فايه المصري مزغلل في عينه. انا شايف ان دي صفقه ناجحه لحمزه، صفقه ناجحه للمصري، عشان انت اصلا ما عندكش غير عصام ثروت. الله ينور عليك. عصام 37 38 والتاني بتاعه البديل بتاعه برضو حاجه كده ربنا يتولاه، مربوحه من اتنين وين وين. القصه الثانيه بقى قصه مضحكه شويه برضو، حاجه عدت قدامي كده. أستون أموتو ده كان فيرود، كان مهاجم للنادي المصري من كام سنه، مهاجم كده جسم يعني، وجيت اكيد الناس كلها عارفاه. ده كان في الدوري معروف دوت. الواد ده كان جاي لنا لعب عندنا موسمين حاجه زي كده، وبعدين طلع الاتحاد فيرود برضو، جاي كان بيجيب مع الاتحاد وكل حاجه. دلوقتي بيلعب فين؟ في الدوري العراقي. قصته ايه بقى؟ بيقول لك كان بيلعب في نيجيريا اللي هي بلده
الاساسيه يعني كان بيلعب في نيجيريا في الفرق الصغيره حارس مرمى. ماشي بس الواد حرك وجته وبيطلع ياخد الكور من الهواء وبيصد وبيشقلب. انتوا عارفين الافارقه مجانين والشغل الايه بتاعهم ده. المدرب بتاعه وهو صغير قال له يا ابني انت سريع، انت فت، انت مرن، انت مش عارف ايه، تعالى يلا كده قدام، سلك قدام بقى فرود. هل دي نصبايه؟ لا هي مش نصبايه. هو الواد ايه زي مش نصبيه، عشان في مذيعه هي طلعت قالت، او مش مذيعه برضه، حد على السوشيال ميديا طلع قال في لعيب مهاجم كان بيلعب في بلده حارس مرمى وجه هنا لعب مهاجم وفريق جماهيري ومش هقول هو مين. لا هي لخصت الحوار كله عشان بس ايه تاخد اللقطه. لا هو الراجل قبل ما يجي مصر لعب في 6 انديه قبل كده مهاجم. وفي الفرق السنيه اللي هي الصغيره المدرب نظره المدرب قال له لا انت ما تنفعش كده. زي كتير المدافعين يقول لك انا كنت مهاجم، والمهاجم يقول لك انا كنت مدافع. فهي عادي ان هو بيغير المركز بتاعه. بس حاجه ايه، حاجه لطيفه ان الواد ده كان فيرود محترم يعني، ان هو اصلا كان بيقف جون في الاول. بس احنا كده خلصنا كلامنا النهارده. حلقه خفيفه ان شاء الله وجميله، وان شاء الله تبقى مليانه شويه كلام حلو ومفيد كده. عايزين نعمل اي حاجه بعد كده قولوا لنا عليها يعني في الكومنتات. احنا بنتقبل الكومنت السلبي بس مش الكومنت الشتايم، عشان الموضوع ما تخطاش معانا احنا بقى نخش ايه معاكم في الموجه. بالظبط. احنا اظن ما فيش حد صغير ان هو يرد وكده، بس احنا مش هنعمل كده. لا احنا في اللي هيخش يشتمنا هيبقى فيه طرق قانونيه ان شاء الله معاه. لكن غير كده انت عايز تخش تنتقدنا في كلام في اي حاجه مش عاجبينك خالص ما تتفرجش علينا. احنا قاعدين قعده صحاب مع بعض بيتكلموا بالظبط، ماشي، بيفكوا عن نفسهم بعد يومهم الطويل بعد حياتهم، مش عشان الشتم بس.